الأغنياء كلهم حرامية، الفلوس مصدر الفساد، الاستثمار مقامرة، البنت اللي تتكلم في الفلوس مادية. أكيد سمعتي واحدة على الأقل من الجمل دي، أو حتى قلتيها بنفسك. بس هل فكرتي إن الجمل دي اللي بنقولها من غير تفكير هي اللي بتحدد علاقتنا بالفلوس؟ فكرتي إن الأفكار اللي جوه دماغك عن الفلوس هي اللي بتحدد رصيدك اللي في البنك؟ أنا ريهام، وزيك بالظبط كان عندي معتقدات مالية خطأ خلتني أعيش سنين وأنا بحارب نفسي بدل ما أحارب الفقر. النهاردة هنتكلم عن المعتقدات المالية الخطأ، إيه هي؟ بتيجي منين؟ وإزاي نتخلص منها عشان نبني علاقة صحية مع الفلوس. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وإزاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. قبل ما نتكلم عن المعتقدات المالية، عايزة أحكيلك عن الصراع اللي عشته مع نفسي لسنين طويلة. من وانا صغيرة كنت بسمع من اللي حواليا ان الاغنياء كلهم اشرار، وعشان تبقى غني لازم تعمل حاجة ضد مبادئك، والفلوس بتغير الناس للأسوأ. وكل مرة كنت اشوف في المسلسلات والافلام الشخص الغني هو الشرير، واللي معاه فلوس هو اللي بيظلم الغلابة. المشكلة ان المعتقد ده رغم اني ما كنتش واعية ليه كان بيخليني احارب اي محاولة لتحسين احوالي المالية، كأني لو نجحت ماليا هبقى إنسانة وحشة. كنت بحس بالذنب لما أفكر في زيادة دخلي لدرجة تتخطى احتياجاتي الحالية وتخليني أقدر أبني ثروة، أو لما أخطط لاستثمار فلوسي، كأن ده ضد طبيعتي كإنسانة كويسة. لحد ما بدأت أوسع مداركي وأقرأ وأشوف شخصيات أغنياء ولكن محافظين على نزاهتهم، دكاترة ومهندسين ورجال أعمال محترمين. عرفت إن الأغنياء زي الفقراء، منهم الكويس ومنهم الوحش. ولما قدرت أتخلص من المعتقد ده لقيت حياتي المالية بتتغير هي كمان. بدأت أخطط لمستقبلي المالي من غير إحساس بالذنب، وبدأت أشوف الفلوس كأداة لعمل الخير مش كمصدر للشر. وده اللي خلاني أعرف قد إيه المعتقدات اللي جوه دماغنا بتحدد واقعنا المالي. المعتقدات المالية ببساطة هي الأفكار والآراء اللي عندك عن الفلوس، عن الأغنياء، عن الاستثمار، عن العمل، عن النجاح المالي. المعتقدات دي مش مجرد أفكار، دي قوانين بتحكم تصرفاتك وقراراتك وحتى أحلامك. لو مؤمنة إن الاستثمار زي لعب القمار مش هتستثمري، حتى لو كل الأدلة بتقولك إن الاستثمار طريق آمن لبناء الثروة. لو مؤمنة إن البنت اللي تتكلم في الفلوس تبقى مادية مش هتتكلمي عن أهدافك المالية، ومش هتطلبي زيادة المرتب، ومش هتتفاوضي على تمن وقتك. لو مؤمنة إن الفقر للشرفاء مش هتحاولي تحسني أحوالك المالية، وهتفضلي في نفس المكان لسنين. المشكلة إن معظم المعتقدات دي إحنا مش واعيين ليها ومش عارفين إنها موجودة، بس هي بتتحكم في حياتنا كل يوم. طيب إيه هي أشهر معتقدات مالية خاطئة عند البنات والستات؟ 1. الفلوس مصدر كل الشرور. المعتقد ده من أكتر المعتقدات انتشارا، وبيخلي البنات تحس بالذنب لما تفكر في تحسين أحوالها المالية. الحقيقة إن الفلوس أداة زي السكينة، ممكن تستعمليها عشان تقطعي بيها الخضار أو تأذي بيها حد. المشكلة مش في الأداة، المشكلة في إزاي هتستعمليها. الفلوس ممكن تكون مصدر خير لو استعملتيها صح، تساعدي أهلك، تتعلمي، تعملي خير، تحققي أحلامك. 2. الاستثمار للأغنياء بس. كتير من البنات بتفتكر إن الاستثمار محتاج فلوس كتير، أو إنه حكر على الأغنياء. الحقيقة إنك تقدري تبدأي استثمار ب100 جنيه في الشهر وحتى أقل، المهم تبدأي، والاستثمار هو اللي هيخليكي غنية مش العكس. 3. البنت اللي بتهتم بالفلوس مادية. المجتمع بيعلم البنات إن الكلام عن الفلوس عيب، وإن البنت اللي تتكلم عن مرتبها أو تطلب زيادة تبقى مادية. الحقيقة إن الاهتمام بالفلوس ذكاء مش مادية، ومعرفة قيمتك المالية حق مش عيب. والبنت اللي بتهتم بمستقبلها المالي بتحمي نفسها وأسرتها
وده مهم للبنات والستات أكتر كمان. 4. الادخار أهم من الاستثمار. كتير بنسمع حوشي فلوسك في البنك، الادخار أمان، الاستثمار مخاطرة. الحقيقة إن الادخار مهم بس مش كفاية. التضخم بياكل قيمة فلوسك اللي مركونة على جنب، والاستثمار الذكي هو الطريق الوحيد لبناء الثروة على المدى الطويل. 5. ما عنديش وقت أتعلم إزاي أدير فلوسي. أنا مشغولة في الشغل والبيت، ما بفهمش في الحاجات دي، ده موضوع معقد. الحقيقة إن ربع ساعة يوميا كافية تتعلمي أساسيات إدارة الفلوس، وده استثمار في مستقبلك أهم من أي استثمار تاني. 6. الحظ هو اللي بيحدد النجاح المالي. اللي يتجوز يرتاح، واللي ربنا يكتب له الرزق هيجيله، والنصيب مكتوب. الحقيقة إن النجاح المالي 80% تخطيط وشغل و20% حظ، والاعتماد على الحظ لوحده وصفة للفشل، وربنا قال لنا نسعى، مش كده؟ 7. لازم أضحي بكل حاجة عشان أوفر فلوس. لازم أبطل أخرج مع أصحابي، ولازم أبطل أشتري هدوم، ولازم أعيش في تقشف طول الوقت. الحقيقة إن الادخار لو ذكي مش بيكون معناه الحرمان، معناه تحديد الأولويات، وإنك تصرفي على المهم بالنسبة لك انتي، وتوفري من اللي مش ضروري ليكي. المعتقدات المالية بتتكون من أكتر من مصدر، أهمهم الأسرة. الكلام اللي بنسمعه عن الفلوس وإحنا صغيرين، طريقة أهلنا في التعامل مع الفلوس، الخناقات اللي بتحصل على الفلوس، كله بيشكل معتقداتنا. وجزء من المجتمع، الأمثال الشعبية زي الفلوس بتغير النفوس، والأعمال الدرامية اللي بتصور الأغنياء كأشرار. وجزء كبير بيكون من التجارب الشخصية، لو تعرضتي لتجربة سيئة مع الفلوس أو شفتي حد قريب منك بيخسر فلوسه في استثمار مثلا، ممكن ده يخليكي تكوني معتقد خطأ عن الاستثمار كله. وأخيرا الخوف من المجهول. الخوف من التجارب الجديدة بيخلينا نتمسك بالمعتقدات القديمة حتى لو كانت غلط. عشان تتخلصي من المعتقدات الخطأ لازم الأول تكتشفيها. اسألي نفسك، ايه أول حاجة بتيجي في دماغك لما تسمعي كلمة فلوس أو استثمار أو أغنية؟ راقبي تصرفاتك. ليه بتأجلي قرارات مالية مهمة؟ ليه مش بتستثمري؟ ليه مش بتطلبي زيادة في مرتبك؟ اسمعي كلامك. ايه الجمل اللي بتقوليها عن الفلوس؟ مش معايا فلوس؟ الفلوس مش كل حاجة؟ مش وقته دلوقتي؟ فكري في طفولتك. ايه الرسائل اللي كنتي بتسمعيها عن الفلوس وانتي صغيرة؟ كان أهلك بيتكلموا عن الفلوس ازاي؟ تغيير المعتقدات محتاج صبر ومثابرة، مش هيحصل في يوم وليلة، بس ممكن. الخطوة الأولى، اعترفي بالمعتقد الخطأ. قولي بصوت عالي أنا كان عندي معتقد خطأ. الاعتراف أول خطوة للتغيير. الخطوة التانية، دوري على أدلة. لكل معتقد خطأ دوري على أدلة تثبت إنه غلط. اقري قصص نجاح واتكلمي مع ناس نجحوا ماليا. الخطوة التالتة، اكتبي معتقد جديد. بدل الاستثمار زي لعب القمار، اكتبي الاستثمار الذكي بناء للمستقبل. كرري المعتقد الجديد كل يوم. الخطوة الرابعة، اتصرفي على أساس المعتقد الجديد. لو المعتقد الجديد إن الاستثمار مفيد، ابدأي استثمري مبلغ صغير. خلي تصرفاتك تدعم معتقداتك الجديدة. الخطوة الخامسة، اتعلمي وتطوري. كل معلومة جديدة هتقوي المعتقد الصحيح وتضعف المعتقد الخطأ. خلينا نشوف مثال عملي. رنا عندها 28 سنة، مدرسة، مرتبها 8000 جنيه. المعتقدات الخطأ اللي كانت عندها هي إن مرتبي قليل ومش هقدر أحوش منه، والاستثمار للأغنياء بس، والبنت اللي بتطلب فلوس مادية. النتيجة كانت إن رنا فضلت 5 سنين بتقبض نفس المرتب من غير أي مدخرات، وكل شهر بتقول الشهر الجاي هبدأ أحوش. والتغيير إن رنا قررت تتحدى معتقداتها. غيرت معتقدها الأول، فبدأت توفر 500 جنيه شهريا حتى لو مبلغ قليل، واكتشفت إنها تقدر. غيرت معتقدها التاني، فبدأت تستثمر 500 جنيه في صندوق استثماري، واكتشفت إن في أوعية استثمارية للمبالغ الصغيرة. وغيرت معتقدها التالت، فطلبت زيادة مرتبها وحضرت نفسها كويس، وقدرت تاخد زيادة 1500 جنيه. النتيجة بعد 2 سنين إن رنا بقى عندها مدخرات 15000 جنيه، ومحفظة استثمارية ب 12000 جنيه، ومرتبها ب 11000 جنيه.
الأهم من ده إن رنا بقت واثقة في نفسها ماليا، وبقت تخطط لمستقبلها بدل ما تستناه يحصل لوحده. لما تبدأي تغيري معتقداتك المالية هتواجهي معارضة من الناس اللي حواليكي. ما تخليش كلام الناس يحبطك. بقيتي مادية، مش دي تربيتك، ده كلام من ناس خايفة من التغيير. اختاري الناس اللي تشاركيها أهدافك، مش كل الناس هتفهم رحلتك. شاركي أهدافك مع اللي هيدعموكي. خليكي مثال يحتذى به، لأن نجاحك المالي هو أحسن رد على المعارضين، وهيشجع بنات تانية تبدأ رحلتها. فكري في الهدف الأكبر. انت مش بتعملي ده عشان تثبتي للناس حاجة، انت بتعملي عشان تحققي أحلامك وتحمي مستقبلك. تحدي الأسبوع ده هو رحلة لاكتشاف النفس. اليوم الأول اكتبي 10 جمل عن الفلوس، أول حاجة تيجي في دماغك من غير تفكير. اليوم التاني لكل جملة اسألي نفسك ده صح ولا غلط، ومنين جاتلي الفكرة دي. اليوم التالت دوري على 3 أدلة تثبت ان المعتقدات الخطأ اللي عندك فعلا خطأ. اليوم الرابع اكتبي معتقدات جديدة إيجابية تحل محل المعتقدات الخطأ. اليوم الخامس اعملي حاجة صغيرة تدعم المعتقد الجديد. لو المعتقد الجديد انك تقدري وفري 50 جنيه. اليوم السادس اتكلمي مع حد تثقي فيه، شاركيه المعتقدات الجديدة واطلبي دعمه. اليوم السابع اكتبي جواب لنفسك عن الشخص اللي انت عايزة تبقي زيه ماليا، وقريه كل يوم. المطلوب مش انك تغيري كل معتقداتك في اسبوع، المطلوب انك تبدأي الرحلة. لو الحلقة دي خلتك تفكري في معتقداتك المالية بشكل مختلف، شاركيها مع صاحبتك أو أختك، ممكن تكون محتاجة تسمعها. المعتقدات المالية الخطأ زي السلاسل اللي بتمنعنا نطير، بس لما نتخلص منها نقدر نوصل لأي مكان نحلم بيه. لو عايزة تشاركي معتقد مالي خطأ كان عندك وإزاي تخلصتي منه، ابعتلنا على فلوسالست@gmail.com وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة. قصتك ممكن تلهم بنت تانية تبدأ رحلتها. ولو عجبك البودكاست سيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه، ده هيساعد بنات تانية يلاقوا المحتوى ده ويبدأوا يحرروا نفسهم من المعتقدات المالية الخطأ. معتقداتك المالية مش قدر، ده اختيار. كل يوم انت بتختاري تفكري بطريقة معينة، وطريقة تفكيرك بتحدد تصرفاتك، وتصرفاتك بتحدد النتائج. ليه تختاري معتقدات تحبسك وانت تقدري تختاري معتقدات تحررك؟ ابدأي من النهاردة، اكتشفي معتقداتك، اتحديها، غيريها، واتفرجي على حياتك المالية وهي بتتغير معاها. واستنيني الأسبوع الجاي، وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي حابين نأكد ان المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.